انا جيت. عارف اني اتاخرت عليكم بقالي كام يوم كده ما عملتش فيديوهات خالص، بس كان في شويه مشاكل صحيه هي اللي منعتنا ان احنا نعمل الكلام دوت، ودي ارجع لكم مره تاني. بشكركم جدا على تفاعلكم معايا على في القناه، انتوا اللي بتكبروها وبيكم بتكبر، وكل حاجه فيها مع بعض احنا اللي بناها مع بعض. ويلا بينا النهارده الفيديو بتاعنا هيبقى مختلف شويتين. النهارده الفيديو بتاعنا هيبقى منعش يا جماعه، من اكتر الفود بلوجر اللي انا بحبها وبثق فيها جدا وبثق في رايها. اكتر شخص شفته بيعمل حاجه باتقان جدا وشغل مميز جدا. علشان كده رحنا لاكتر مكان ميز منعش نفسه فيه، اللي هو حواوشينو عمل مخصوص بوكس باسم منعش، واحنا علشان خاطر بنحب منعش جدا فقررنا ان احنا نعمل فيديو مخصوص نجرب فيه بوكس منعش ونجرب اي حاجه تاني من عند حواوشينو. خلينا بقى نشوفوا هل فعلا بيتقنوا شغلهم، وهل زي ما هما بيقولوا فعلا ان شغلهم 10 على 10 وان البوكس بتاع منعش مفيش زيه تاني. هنشوف ده في الفيديو مع بعض، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا لنا لايك لو الحلقه عجبتك. احنا طبعا عندهم بوكسين، بوكس منعش طبعا في الاساس ان هو ده كان اساس التجربه اساس الفيديو بتاعنا، والبوكس الثاني اسمه بيج ميل. طبعا بيج ميل دوت هم قايلين ان في شويه حبشتكنات كده نشوفها مع بعض. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا ونبدا ببوكس فيهم ونشوفهم هم عاملين ايه. سعر البوكسات ديت هنقوله كل واحد فيهم لوحده ايه ومحتوياته ايه، وهنبدا الفيديو مع بعض. يلا بينا. هنبدا البوكس الاول بتاعنا بوكس البيج ميل. خلينا نبدا بالبوكس دوت وبعد كده نشوف بوكس منعش لوحده. يلا بينا. بوكس البيج ميل هنشوف دلوقتي ونفتحه مع بعض ونجربوه مع بعض ونشوفوا ايه الدنيا فيه. البوكس ده سعره 125 جنيه. بسم الله. طيب ده شكل البوكس بتاعهم. هو الباكجينج بتاعهم حلو جدا بصراحه. بس بصوا كده شكل البوكس. شايف ان الحجم السندوتشين صغيرين جدا. بصوا بس خلينا نشوف الطعم ايه نظامه. هو معاه مخلل معاه طحينه، معاه شويه بطاطس قليلين قوي 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 قوي. دول البطاطس بتاعتهم كده بسم الله. بص طعم البطاطس بتاعتهم حلو بصراحه يعني، طعمها لذيذ. خلينا بقى ايه، شوفوا السندوتش من جوه عامل ازاي كده. بصوا ده شكل السندوتش من جوه. المفروض ان عليه صوص جبنه، بس شايف ان لا، ده صوص البيك تيستي. عايز اقول لكم الريحه حلوه جدا، يعني انا شايف ان ريحه التيستي باينه قوي. وده ده تقريبا صوص شيدر عليها. هو الريحه مش باينه قوي ان صوص الشيدر، لكن ده صوص شيدر، هما كاتبين كده. غالبا دول اول البيك تيستي بتاعهم. نشوفه بسم الله. امم طعم حلو قوي. طعم التيستي بتاعهم جميل جدا جدا جدا. كان دوم مع الطحينه هيعمل ازاي، عشان هو يعني حواوشي يعني طحينه بصراحه. هما قايلين ان هو حواوشي مصري اللي هو اتعمل في العيش الابرده ده. كان دوب الطحينه ده. الطعم عندهم حلو قوي. هو حجم السندوتشين صغير شويه، بس الطعم تحفه تحفه تحفه. كان ندوق السندوتش التاني كده نفصل الاول عشان بس الطعمين ما يخشوش على بعض نقدر نميزهم. لكن طعم اللحمه عظمه على عظمه. فصلنا تعالوا بقى ندوق الطعم التاني عامل ازاي. بسم الله. بص هو المفروض ان هو صوص شيدر، بس حاسس ان هو رايح على طعم الرومي اكتر. طعم الصوص شويه رومي مش شيدر، لكن هي مديه للحمه طعم مختلف. اللحمه نفسها طعمها حلو قوي. التتبيله بتاعت اللحمه ممتازه، يعني انا شايف ان اللحمه نفسها مخدومه، لحمه نظيفه وحلوه. البهارات بتاعتها حلوه قوي والتوابل بتاعتها حلوه جدا، فمخليه طعم اللحمه مع التوابل مع الجبنه اللي عليها مدين طعم حلو قوي. تجربه لغايه دلوقتي ممتازه بصراحه. الاكل حلو جدا ونضيف، والباكجنج بتاعهم حلو قوي. طب عنده كده الجبنه ديت لما يبقى مع الطحينه بيعمل ازاي. بسم الله. عايز اقول لكم طعم الطحينه بينقل الطعم في حته ثانيه خالص. الطحينه مع الجبنه مع اللحمه مع العيش المقرمش بينقل الطعم في حته تاني. البوكس ده حلو قوي، طعمه حلو جدا، وبصراحه يستاهل. طعمه ممتاز جدا للي غاوي طعم، لكن هو انا شايف ان هو حجمه قليل.
لكن اللي بيحب الطعم كويس، الطعم 10 على 10 وجميل جدا، كان نروح البوكس منعش بقى اللي هو المفروض اللي عليه الفيديو كله. البوكس التاني اللي هو بوكس المنعش، وهو ده البطل بتاعنا النهارده. وما تنسوش تعملوا لايك لو عجبتكم الحلقه، وتقولوا لنا حابين نجربوا ايه تاني في الكومنتات. حابين كمان نعرف رايكم في المنتج اللي احنا جربناه دوت، وتجربوه انتوا كمان. ما تنسوش السبسكرايب عشان هنعمل حاجات جديده اول الايام اللي جايه. يلا بينا نجرب البوكس ده. اوبا، بوكس منعش شكله شيك جدا. بصوا كده، ده شكل البوكس. نازل شرفينك يا منعش. هم قايلين ان هو وش بيتزا، هو فعلا وش بيتزا، عليه جبنه موتزاريلا وعليه زيتون وعليه فلفل، فالشكل حلو. المفروض ان ده فيهم واحد صدق واحد لحمه. خلينا نبدا بواحد واحد فيهم ونشوف الطعم ايه. ده اللحمه. بص، هو اللحمه ما فيهوش اي حاجه جوه، هو لحمه بس. وش البيتزا زي ما انتم نشوف الطعم عامل ازاي. هي اللحمه بتاعتهم عاديه بصراحه، اللي هي اللي جربناها حلوه جدا، ففي الغالب مش هيبقى فيه كتير متغير غير طعم وش البيتزا. فنجرب برضو، بسم الله. بصوا بصراحه، انا كنت متوقع ان هلاقي طعم اللحمه هو اللي في السندوتش اللي فات. طعم اللحمه نفسه متغير، طعم الحواوشي بتاع اللحمه جوه نفسه متغير. انا مش عارف ايه السبب بصراحه، لكن طعم اللحمه حاسس ان هو كلاسيك قوي، هو عليه ملح وفلفل اسمر وتوابل بس. طعم الجبنه اللي على الساندوتش من بره دسمه جدا، طعم الدسامه بتاعتها باينه قوي. يعني هي جبنه تقريبا نوع كويس جدا، فمديه دسامه للطعم حلو قوي. جبنه دسمه قوي. بوكس المنعش شايف ان هو كويس، لكن طعم اللحمه كلاسيك قوي قوي، ما فيهوش اي حاجه مختلفه ولا اي حاجه جديده. طب خلينا بقى نجرب كده نشوفوها الطحينه بتاعتهم المميزه دي بصراحه. نشوفوا ايه نظامها. الطحينه خفيفه قوي، مش عارف ليه، بس يعني تعالوا ندوقها مع بعض. بس طعمها حلو بصراحه. هو سندوتش بصراحه حواوشي فيبقى طحينه. بسم الله. امم افضل مصير. طعم الساندوتش كلاسيك جدا، مش باللحمه تقليدي خالص، عادي جدا مفيش اي حاجه غير وش البيتزا. طيب خلينا نشوفه بقى السجق، عشان السجق هو اللي بيغير الليله دي بقى. خلينا نغير المفهوم ولا لا؟ يلا بينا تعال نشوف كميه الحشو اللي جوه السندوتش قد ايه. هو المفروض ان هو واحد سجق واحد لحم، هو جايين الاثنين لحم. فانا مستغرب ازاي هو جاي لحم. ما كنتش اتمنى غلطه دي بصراحه. يعني انا شايف ان انا كنت طالبه مخصوص عشان خاطر في ميكس في الطعم، يعني هبقى ادوق واحد سجق وواحد لحمه. طيب فخلينا ندوق، يمكن حاطين السجق مفروم مثلا. هنشوف. بسم الله. طعم غريب، مش عارف دي طعم اللحمه ولا. مش قادر افهم بصراحه. طعم فيه دسامه جامده جدا. طعم اللحمه باين، لحمه مش سجق خالص. تمام. دي غلطه بصراحه ما كنتش اتمنى اشوفها. هو تميزه جدا في البوكس الاولاني، بوكس منعش شويه، حاسس ان هو عادي جدا، خصوصا ان هم قايلين فيه واحد سجق وواحد لحمه، جايبين الاثنين لحمه. معرفش ده هم غيروا العرض مثلا ولا دي غلطه غير مقصوده، مش قادر افهم. بجانب ان حصل موقف معاهم مش كويس قبل كده، كنت طالب اوردر وقعد 4 ساعات عقبال ما وصل، فاضطريت طبعا اكنسل الاوردر، وحاجه كده كانت معاناه جدا بصراحه. لكن غلطه مش مستحبه خالص، يعني انا مش حابب خالص ان يكون الاثنين لحمه. انا كنت مخصوص جايب العرض ده علشان خاطر فيه اثنين مختلفين، فهجرب عندهم كل حاجه تقريبا، لكن الموضوع قلش منهم. بس ماشي، تتعوض مره تانية. طيب انا شايف ان لغايه دلوقتي البوكس بتاع منوش مش احسن حاجه. افضل حاجه فيه تقريبا هي طعم الجبنه اللي على الوش، مش اكتر من كده. طعم اللحمه اللي جوه كلاسيك جدا. كنت طالب اتنين، واحد صدوق واحد لحمه، جالي الاتنين لحمه. فكنت اتمنى يا منعش بصراحه البوكس بتاعك هو اللي يكسب، لكن مش احسن حاجه بصراحه. بوكس منعش يا جماعه خالص مش احسن حاجه، خصوصا لو ما عدلوش الحته بتاعت ان هو المفروض يبقى واحد صدوق واحد لحمه. طيب هو مبدئيا كده انا شايف ان البوكس بتاع الميل يكسب، لان طعمه حلو، الخامات المستخدمه فيه حلوه جدا، طعم الحاجات اللي محطوطه فيه مميزه قوي، والصوصات اللي عليها حلوه جدا ومخدومه صح، فمدينه طعم مختلف جدا. ده طعمه كلاسيك جدا، مفيش غير اللحمه بس كويسه بردك، تتبيلتها كويسه، الدنيا تمام، طعم اللحمه كويس جدا، لكن هو كلاسيك وعادي خالص. مفيش بس غير طعم الجبنه، حاسس ان هو مميز، طعم حلو قوي، مستخدمين نوع جبنه كويس جدا وكواليتي كويس جدا، الصوص بتاعتهم ممتازه. الطحينه حلوه طعمها لذيذ،
بس شايف ان هي خفيفه جدا، يعني انا شايف ان الطحينه زي ما انتم شايفين كده خفيف خالص. دي كانت تجربه تانية لينا لحواوشين، وبعد ما قررنا الاول مره ما كناش هنجربه تاني، لكن قلنا نجربوه مره تانية عشان نطلعوا بفيديو جديد ونعرفوكم ايه وضعه، وخصوصا بسبب منعش. احنا شايفين البوكس بتاع منعش ما كانش احسن حاجه. طب دي كان نهايه الفيديو بتاعنا، واحب اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان تشوفوا كل حاجه جديده بتنزل معانا. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.